السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. والله صعب ان الواحد يطلع دلوقتي يعمل فيديوهات عن اي حاجة بسبب الظروف اللي بنمر بيها حاليا في اهلنا في غزة. ربنا ينصرهم يا رب ويقويهم ويسترجعوا ارضهم، واحنا معاهم، والوطن العربي كله بيحبهم ونتمنى ان كل الامور ترجع افضل واحسن بكتير. ونقضي على الاحتلال للاسف اللي هو مأثر على نفسية العرب كلهم وعلى المسلمين جميعا. فربنا ينصرهم يا رب ويقويهم. يلا نخش في الحلقة بتاعتنا. هنتكلم عن خراج الأسنان. يمكن تقريبا في الشهر بيجيلي قد 15-16 حالة خراج أسنان وروشتة للأسنان. احنا لازم نعرف طبعا ان الاسنان ديت من اكتر الحاجات اللي انا بستعملها يوميا، باكل وبشرب بعمل كل حاجه، فبالتالي الاسنان عدم نظافتها او عدم غسيلها مرتين في اليوم فده بيأثر عليها جدا، ممكن يكون لي خراج. عدم غسيل الاسنان ممكن يعمل خراج. فبالتالي انا من اكتر المشاكل اللي ممكن تقابلنا او بتواجهنا احنا وجود الخراج بتاع الاسنان. لازم نكون فاهمين ان كل حاجه في الدنيا الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني كل حاجه دلوقتي بقى لها علاج، بس انا هعالج ازاي؟ دي اهم حاجه. اولا لازم تبقى عارف ان انا عندي نوعين من البكتيريا، بكتيريا هوائيه وبكتيريا لا هوائيه. المضاد الحيوي بيقتل البكتيريا الهوائيه، بس المضاد الحيوي بتاعنا اللي احنا بناخده كلنا الاوجمانتين او الهايبيوتيك 1 جرام في علاج الاسنان، انا بستعمله كبسولة كل 12 ساعة ولازم أخلص كورس العلاج الآخر. ليه؟ لأن المضاد الحيوي لو أنا خدت منه حباية أو حبايتين وبدأت أضغطه شوية هو بدأ يهمل، فأنت بدأت تحس إنك أنت بقيت كويس، لكن هو في الأساس هو همد هو كمان، وبالتالي هيرجع يشتغل تاني. لكن لما أكمل الكورس المضاد الحيوي للآخر أنا بقضي على البكتيريا نهائيا. دي البكتيريا الهوائية اللي أنا ممكن أستعمل لها مضاد حيوي زي الأوجمانتين. عد معايا، يبقى انا اول حاجه هستعملها ايه؟ اوجمانتين 1 جرام او هايبيوتيك 1 جرام او اي حاجه برود سبيكترم او مضاد حيوي واسع المجال. تمام. تاني حاجه انا هستعمل فلاجيل او امريزول، بس الفلاجيل اكتر. ليه؟ لان طبعا احنا قلنا في بكتيريا هوائيه، في نوع تاني لا هوائي، يبقى انا كده هقتل الاثنين، البكتيريا الهوائيه والبكتيريا اللا هوائيه. الفلاجيل 500 هناخد قرص 3 مرات في اليوم عادي جدا بعد الاكل. تمام. ولازم نخلصه علشان طبعا احنا قلنا ان دي بكتيريا، يعني بالتالي لازم نقضي عليها على قد ما نقدر. تمام. ده تاني نوع. تالت نوع، انا اسناني بتوجعني جدا، مش قادر يا دكتور، مش قادر، سناني مش قادر اكل عليها ولا بق الميه حتى مش قادر احطه في بقي، اعمل ايه؟ خد مسكن ومضاد التهابات زي الكتافلام، زي الفولتارين. الكتافلام 50 ممتاز جدا، بينزل منه الكتافست، ممكن اخد كتافست اكياس، بس انا بستعمله ايه؟ عند اللزوم، لما احس ان في الم شديد عندي انا ببدا استعمله بالكتير 3 حبايات في اليوم بعد الاكل. خلي بالك بيتاخد بعد الاكل علشان وجوده على معده فاضيه ممكن يسبب لي مع الوقت قرحه في المعده. انا مش عايز كل الكلام ده، انا عايز احافظ على نفسي من اي حاجه. طبعا احنا قلنا ان الخراج ممكن بيجي من قله نظافه الاسنان. طبعا اغسل سناني كويس جدا، لو سناني حساسه استعمل لها حاجه زي السنسوداين، فرشه ممتازه، مع ايه بقى؟ مع ان انا ممكن استعمل مضمضه اوروفيكس مثلا، طنطم، هيكسيتول، اي نوع انت تجيبه من الصيدليه، مضمضه كويسه امضمض بيها اسناني علشان تقتل البكتيريا اللي موجوده جوه الخارجيه. يبقى في طبعا من الاكل وبواقي الاكل وكل الكلام ده انا عايز انضف سناني كلها. طبعا بالميه، ممكن ناس تستغنى عن المضمضه بميه وملح، ممكن جدا، بس انا بفضل المضمضه حتى بيكون طعمها كويس. في ناس ما بتقدرش تستحمل الميه بملح دي خالص، فبالتالي المضمضه ممتازه. يا ريت يا ريت يا ريت احنا نحافظ على اسناننا بالطريقه دي. في ناس ممكن تاخد برضو معانا حاجه مضاده للتورم، يكون الضرس مورم جبهه معينه، اخد حاجه زي الالفانترن اقراص او الامبيزين اقراص او الليميتليس انزيم، انا ممكن استعمله قرص قبل الاكل بنص ساعه، لازم ينزل ده على معده فاضيه. لازم ناخد بالنا كويس جدا 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 من العلاج علشان ما يبقاش انا
بمشي في اتجاه وفجأة الاقي ان انا وقعت في نقطة تانية. يعني مثلا ما ينفعش اخد حباية واحدة مضاد حيوي، ما ينفعش. بقيت كويس، ما ينفعش اخد مسكن بس وخلاص مرة كده واحدة خلاص. ما ينفعش اخد قرص فلاجيل وخلاص، ما ينفعش. فانت عايز تقضي نهائيا على الخراج اللي بيجي لك في الاسنان، لازم تمشي على كورس العلاج ده كويس جدا. الكورس ممكن يكون دلوقتي مش غالي قوي قوي قوي، مش قليل برضو، وفي ظل الظروف اللي احنا فيها حاليا. فانت ممكن تجيبه شريط بشريط، بس لازم تكمل الكورس، لازم تكمل الكورس للعلاج الاخر عشان اقضي نهائيا على ايه؟ على خراج الاسنان. وده العلاج الامثل والنهائي لخراج الاسنان. لو انت مشيت على الكورس ده، انسى ان انت يكون عندك خراج اسنان اصلا. تمام؟ يبقى احنا كده قلنا على 5 انواع او 6 انواع بالكتير. دي النهايه بتاعه خراج الاسنان، ده مفيش كلام تاني بعديها ان شاء الله. ولو في اي حاجه في دماغك او في اي حاجه حابب تستفسر، قول لي في التعليقات وانا هرد على كل واحد. حابب تبعت لي برايفت، مفيش مشكله خالص، انا تحت امركم في اي حاجه. شكرا جدا لحضراتكم، وانتظرونا في فيديوهات قادمه. السلام عليكم.